أهلا بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بين الأدب والدراما. بين الأدب والدراما في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتناول عملا أدبيا متميزا دائما ما يروق لي حينما أسمعه أو أشاهده فيلما عبر السينما المصرية. بين الأدب والدراما يناقش رواية الأرض للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. عبد الرحمن الشرقاوي كاتب وصحفي ومترجم وأديب له أعماله الخالدة التي خلدت اسمه عبر التاريخ. كتب عبد الرحمن الشرقاوي مسرحيات عديدة مثل الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، وانطلق إلى الجزائر ليدافع عن الجزائر في مأساة جميلة بوحيرد أو بحريد كما يقول الجزائريون. عبد الرحمن الشرقاوي في الأرض وهي أول عمل روائي له أثبت قدرته على الكتابة الأدبية الإبداعية من خلال هذا العمل تحديدا. عدت هذه الرواية من أفاضل الروايات التي كانت في القرن الماضي. تحولت هذه الرواية إلى عمل سينمائي أخرجه المخرج الكبير يوسف شاهين في سبعينات القرن الماضي. هذه الرواية والتي صدرت في سنة 54 من القرن الماضي تتناول الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، تتناول قصة الريف المصري العظيم، تتناول قصة الحفاظ على الأرض، تتناول قصة الاشتراكية الواقعية التي أبدع فيها بالفعل عبد الرحمن الشرقاوي. عبد الرحمن الشرقاوي من خلال هذا العمل والذي عد أيقونة حقيقية للأدب العربي أضاف إضافات كثيرة للأدب من خلال هذا العمل. عبد الرحمن الشرقاوي والذي يعتبر مترجما قدم العديد من التراجم حول العالم الإسلامي مثل محمد رسول الحرية ومثل علي إمام المتقين وغيرها من التراجم التي أفادت وما زالت تفيد الكثيرين. عبد الرحمن الشرقاوي حينما كتب لنا رواية الأرض كتبها وهو يعيش في الأرض. أتذكر دائما والدي الله يرحمه كان يصطحبني معه لأعمل مع العمال في الأرض، وكان دائما يقول: من يحافظ على الأرض فهو في الوقت نفسه يحافظ على العرض. حاول الفلاحون المصريون بعد 1919 هذه الثورة العظيمة المحافظة على الأرض، ولكن ظلت هناك الإقطاعيات الكبيرة من قبل علة القوم، من قبل محمود باشا الذي صوره عبد الرحمن الشرقاوي خير تصوير. صور القرية المصرية، صور الصراع الطبقي الذي كان سائدا في هذه الحقبة التاريخية من تاريخ مصر. حينما تحول هذا العمل إلى فيلم بالفعل قلت وما زلت أقول وأردد أن الوسيط لابد وأن يكون خادما للعمل، مثل السينما المصرية، مثل التلفزيون المصري أو العربي بشكل عام. عبد الرحمن الشرقاوي أضاف إضافات حقيقية في هذا العمل البديع والذي كان وما زال من أهم الأعمال الإبداعية التي قدمت للأدب العربي، وأيضا يعتبر الفيلم من أهم الأفلام المصرية وعد من أهم الأفلام المصرية في مئوية السينما المصرية. طبعا هناك عدد ضخم من الفنانين الكبار الذين مثلوا هذا الفيلم، على رأسهم الفنان الكبير محمود المليجي. نلاحظ أن هذا العمل تحديدا يعتبر من الأعمال الأولى التي تحول فيها الفنان محمود المليجي إلى رجل بسيط، رجل غير شرير كما كان سائدا في السينما المصرية. هناك عدد آخر من الفنانين الكبار الذين شاركوا محمود المليجي في هذا العمل، على رأسهم طبعا الفنان الكبير عزت العلايلي، ومعهم حمدي أحمد، ومعهم الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم. نجوى إبراهيم قدمت عملين خالدين للسينما المصرية. هذا العمل هو الأرض، وكانت وصيفة ابنة محمد أبو سويلم في هذا العمل، وأيضا قدمت في عند إحسان عبد القدوس
في الرصاصة لا تزال في جيبي، هذا العمل الخالد. نعود إلى فيلم الأرض ونعود إلى المشاهد الرائعة التي كانت في هذا الفيلم. طبعا هناك فنانون كبار قدموا هذا الفيلم وأضافوا إضافات حقيقية للعمل السينمائي، مثلا الفنان علي الشريف، على الرغم أن دوره كان بسيطا إلا أنه قدم شيئا مهما للسينما المصرية. عندنا حمدي أحمد اللي هو محمد أفندي، وعندنا عبد الهادي اللي هو عزت العلايلي، عندنا حب وصيفة لعبد الهادي، ونلاحظ التناقض بين خضرة وبين وصيفة، وهناك يعني تشابه وهناك تناقضات بين العمل السينمائي وبين العمل الأدبي. حينما ننظر إلى العمل الأدبي نجد أن هناك إغراقا في الوصف، سواء كان في وصف الشخصية أو في وصف المبادئ الداخلية والضمير الإنساني بداخل الشخصية، بينما المشهد السينمائي كان عبارة عن تعبير عن هذا الأمر كله. لذلك أنه المشهد الصغير في السينما قد يعبر عن كتابات عديدة في الأدب العربي. هناك مشاهد بعينها صورت لنا الظلم الواقع على الفلاحين، نوبات المياه التي كانت لهم 10 أيام فقط في الشهر، والآخر اللي هو محمود باشا صاحب الإقطاعية الكبيرة باقي الشهر. وعلى الرغم من ذلك فقد قصروا مدة نوبة المية وسقي الأرض وري الأرض إلى يعني 5 أيام. لذلك بنقول هذا العمل صور بالفعل الظلم الواقع على الفلاح المصري، الظلم الواقع على الطبقة المهمشة، الطبقة البسيطة، الطبقة الكادحة. وهناك خير من مثل هذا الأمر في دور محمد أبو سويلم، هذا الرجل الذي كلما شاهدته بالفعل وكأنني أشاهد والدي الله يرحمه. وحينما أشاهد عبد الهادي أشاهد أيضا الرجل الذي يدافع عن الأرض. وهناك مشاهد عديدة هنشوفها في هذا العمل. نشاهد مع بعض المشهد الأول بين العملاقين البطلين، بين محمد أبو سويلم وبين عبد الهادي محمود المليجي وبين عزت العلايلي، حينما يتحدث محمود المليجي اللي هو محمد أبو سويلم إلى عبد الهادي في حسرة بعد أن يمسك بالتراب الأرض وهو خشنا ليس فيه مياه، ويقول الأرض تحتاج إلى ري، مفيش مية. إذن كان هناك ظلم واقع على كاهل الفلاحين المصريين، حينما كانت هناك إقطاعيات كبيرة لأعداد معدودة من علية القوم ومن البشوات. نشوف مع بعض المشهد الأول. شايف الأرض عطشانة ازاي؟ كما رأينا هذا المشهد العبقري للفنان الكبير محمود المليجي، يمكن ده يعتبر من الأدوار الأولى لمحمود المليجي والتي لم يخرج فيها شريرا كما كنا نعهده من قبل. وعلى الرغم من ذلك فقد أثبت جدارته وأثبت قوته في هذا المشهد. حينما نناقش ونحاول أن نقارن بين العمل الأدبي وبين العمل السينمائي نجد أن العمل الأدبي فضفاض واسع، ونجد أن العمل الأدبي أيضا فيه إضافات كثيرة، حتى إن المخرج يوسف شاهين واللي توفاه الله في 2008 قدم هذا العمل بطريقة احترافية، يعني حاول أن يدخل بعض الأمور التي لم تكن موجودة في العمل الأدبي. يعني مثلا محمد أبو سويلم كان شيخ الغفر في العمل الأدبي، ولكن في العمل الفني لم يكن كذلك. وصيفة كان دورها متناقضا. حينما نصل إلى نهاية هذا العمل نلاحظ أن يعني يوسف شاهين واللي قدم للسينما المصرية ما يقارب من 50 فيلما، سواء كان فيلما طويلا أو 7 أفلام قصيرة، ولكنه كان عبقري الإخراج، كان يفهم ويعي ما يقدمه جيدا. حتى قدم لنا صورة خضرة وصورة وصيفة في طريقين متناقضين، وبين أن هذه الفتاة أو تلك الفتاة كل واحدة منهما لها صفاتها الخاصة، خاصة إذا ما ارتبطت بالريف المصري وما كان معمولا به هناك، وما كان أثر الظلم الواقع على الناس، ومدى الفقر المدقع الذي رأيناه
في هذا الفيلم وفي الرواية التي قدمها لنا الكاتب المبدع عبد الرحمن الشرقاوي. طبعا نشوف طبعا المشهد الثاني من مشاهد هذا الفيلم والتي اخترتها لحضراتكم، المعبرة عن الألم، ألم الأرض. ألم الأرض هنا في عدم الحصول على المياه. هذا المشهد الذي بدأه محمود المليجي ويتحدث مع بعض علة القوم المقربين إلى العمدة بأن فين المية التي ستأتي لنا بمحصول القطن؟ أين المياه؟ مش قادرين نسأل. الأرض عطشانة، الأرض تحتاج إلى ري، تحتاج إلى سقية. طيب انظر إلى الرجل الذي يتحدث مع محمود المليجي مع محمد أبو سويلم حول جزئية المياه ونوبة المياه. طيب انتوا كان لكم الأول 10 أيام، لكم 10 أيام نوبة مية تسقوا فيها الأرض، ترووا فيها الأرض، وعلى الرغم من كده ما كانتش مكفية الأرض. ويرد على محمود المليجي محمد أبو سويلم على هذا القول بقوله ال10 أيام مش مكفية، وبعد كده يعني يقلصوا ال10 أيام المية إلى 5 أيام. هنشوف مع بعض المشهد الثاني الذي اخترته لحضراتكم، شوفوا مع بعض. إياك يكون كل شيء على ما يرام. اهي ماشيه لحد القطن ما يطلع. طب وبعد ما يطلع يطلع ازاي يا حاج؟ هي الارض لا تشرب. ليه؟ هي نوبة المية مش 10 أيام؟ يا حاج هم 10 ايام هيكفوا البلد دي كلها؟ طبعا ال10 أيام مش هتكفي طبعا. وده مشهد يحسب أيضا لمحمد أبو سويلم. نلاحظ على اللغة التي استخدمها الفنان في العمل غير اللغة التي كانت مستخدمة في الأدب. الأدب كتب بلغة فصيحة، ولكن حاول المخرج العبقري يوسف شاهين أن يحول هذه الكلمات الأدبية إلى لهجة عامية. بنلاحظ أن هناك كلمات أبو محمد أبو سويلم، عم محمد أبو العاطي، كلمات دهدي، كلمات هي خرجت من الريف المصري على فكرة. وهذا شيء للإنصاف، عبد الرحمن الشرقاوي خرج من طين الريف المصري. قرية دلاتون التابعة لشبين الكوم بمحافظة المنوفية. هذا الرجل يعني لابد أن نقارنه بنجيب محفوظ. هذا الرجل أخرج القرية المصرية من خلال هذا العمل إلى العالمية، بينما نجيب محفوظ أخرج المدينة والحارة في المدينة إلى العالمية، لأن نجيب محفوظ لم يعش في الريف، وقد عاش عبد الرحمن الشرقاوي في الريف، فعرف تفاصيله وعرف خباياه وعرف الظلم الواقع على الشعب المصري في هذه الحقبة التاريخية المهمة، والتي عبر من خلالها عن حال الفلاحين وحال الأرض قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. هكذا عبر أمير الشعراء عن الأرض وعن حب الأرض وعن عشق الأرض. لذلك بنقول عبد الرحمن الشرقاوي استطاع بحسه الأدبي الكتابة، ويوسف شاهين استطاع بحسه الفني التعبير، على الرغم أن هناك اختلافات هنا وهناك. هناك مشهد كلما شاهدته بكيت، لأن هذا المشهد تحديدا ومشهد آخر بعده يعبر تعبيرا دقيقا عن الاشتراكية وعن الواقعية وعن الريف المصري العظيم الذي يتعاون مع بعضهم البعض في وقت الشدائد، وقت الشدة، وقت المحن. وده اللي صوره يوسف شاهين في مشهد أنا أعتبره مشهدا عبقريا، بالإضافة لمشهد آخر. يعني هذا المشهد عد من أهم مشاهد السينما المصرية، وهو مشهد الجاموسة لما وقعت في البير. لما وقعت الجاموسة في البير طبعا كان هناك اختلافات حول الفلاحين من يسقي أرضه الأول، وهناك حصلت مشاكل كثيرة وضرب وخناقات بين الفلاحين بعضهم وبعض. بعدها مباشرة سمعوا صوتا من بعيد ينادي أن هناك جاموسة قد وقعت في البير، فنهض الجميع المتشاكلون مع بعض والمتشاكسون مع بعض من أجل إنقاذ هذه الجاموسة التي زلفت في بير الساقية. وعبر يوسف شاهين بالصورة خير تعبير عن هذا المشهد، واللي أنا بعتبره أيضا من أهم مشاهد السينما المصرية، مشهد الجاموسة حينما نزلت في البير أو وقعت في البير. نشوفه مع بعض. أيوة لك يا عبد الهادي،
أنا وراك يا عبد الهادي. استنى يا عبد الهادي. شيل من بطنها يا عبد الهادي. بس معاه. خد يا جاب. خد يا جاب. هذا مشهد غاية في العبقرية وغاية في الجمال وغاية في الروعة. لكن هناك مشهدا عظيما لا يقل أهمية عن باقي مشاهد السينما المصرية، والذي عد بالفعل من أهم مشاهد السينما المصرية في القرن الماضي. المشهد الأخير الذي جيء به من قبل يوسف شاهين، واللي صور من خلاله الظلم الواقع على الفلاحين المصريين. مشهد سحل محمد أبو سويلم اللي هو الفنان الكبير محمود المليجي. هذا المشهد كلما شاهدته وكلما شاهدت يد محمد أبو سويلم وهو يمسك بعيدان القطن من الأرض بعدما كانوا فرحين، كانوا مبسوطين، كانوا مسرورين بسبب جني القطن والمحصول العظيم الذي نالوه هؤلاء الفلاحون، نرى هذا المشهد العجيب والمشهد الذي يحوي بداخله عبارات ظلم وقهر واستعباد لهذا الشعب المصري العظيم، وخاصة فئة الفلاحين. طبعا هذه الرواية يعني عبرت عن الحالة بعد ثورة 1919 والإقطاع والاشتراكية وما إلى ذلك. لذلك بنقول هذه المشاهد الدرامية التي جيء بها في هذا العمل، والتي كانت من يعني اكتشاف أو من اختراع المخرج الكبير يوسف شاهين، هي في صميم العمل، والتي أبرزت دور الفلاح المصري، وأبرزت في الوقت نفسه أن الفلاح المصري من الممكن أن يضحي بأي شيء بحياته من أجل الأرض. نشوف مع بعض هذا المشهد الذي يؤلمني كثيرا كلما شاهدته، وكلما شاهدته تذكرت والدي الله يرحمه. هذا المشهد لو أبقينا نحلل فيه مرات ومرات سنعيد الأمر مرة ومرة ومرة من ناحية الظلم الذي كان واقعا على الشعب المصري، وخاصة الفلاح المصري الذي لم يدخر جهدا على الإطلاق في أن يزرع الأرض ويفلح الأرض. هذا الفلاح المصري يحتاج الرعاية، ويحتاج منا العناية، ويحتاج منا دائما أن نذكره بالخير، لأن لولا هذا الفلاح ما أكلنا ولا شربنا. هذا المشهد تحديدا والذي عد من أهم مشاهد السينما المصرية في القرن الماضي، بيعيد بالذاكرة إلى عصر الإقطاع، يعيد بالذاكرة إلى تلك الحالة التي كانت عليها الأرض، والتي كانت عليها حالة الفلاحين وحالة المجتمع المصري في تلك الحقبة التاريخية والتي تعتبر من أهم الحقب التاريخية في تاريخ الشعب المصري، وهي فترة نضال. يعني دائما أقول ما بين عام 1880 إلى 1930 يعني تعتبر فترة 50 سنة. هذه الفترة تعتبر في تاريخ معظم الشعوب هي فترة تكوين قوميات وتكوين عقليات. انظر إلى مصر في بداية القرن الماضي، انظر إلى الفلاح واضطهاد الفلاح، ولكن على الجانب الآخر نجد أن هناك مستوى عالي من الثقافة والفكر والإبداع الذي عبر عن المجتمع المصري. عبد الرحمن الشرقاوي كان يعي جيدا ما يقوله وما يكتبه، وكان الضمير حكما عليه. قال عبد الرحمن الشرقاوي: أتدري ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، قضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. هكذا عبر
عبد الرحمن الشرقاوي بقلمه الحاد الرصين وبفكره الواعي المثقف. هذه القصيدة هي قصيدة الكلمة للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي. هو مترجم وهو صحفي وهو كاتب من طراز رفيع، كتب العديد من الأعمال مثل الشوارع الخلفية وغيرها التي أثرت في أجيال كثيرة في المجتمع المصري. عبد الرحمن الشرقاوي لابد أن نقارنه بنجيب محفوظ دائما. عبد الرحمن الشرقاوي في الأرض، عبد الرحمن الشرقاوي في الأرض ونجيب محفوظ في المدينة. هنا قرية وهنا مدينة. استطاع بحسه الأدبي عبد الرحمن الشرقاوي أن يخرج لنا القرية المصرية العظيمة والتي أشرف بأنني أنتمي إليها، أخرجها من المحلية إلى العالمية. في نهاية هذه الحلقة لابد وأن نذكر عبد الرحمن الشرقاوي بكل خير، لأنه قدم لنا العديد من الأعمال الأدبية الممتعة، وقد توفاه الله في سنة 87 من القرن الماضي. في نهاية الحلقة أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة معكم برنامجكم بين الأدب والدراما. ها هو ذا دكتور عزوز علي إسماعيل يحييكم وإلى اللقاء.